إنهي بيكسب أكتر اليوتيوب ولا انستجرام؟ يعتمد اختيار المنصة الأفضل بين يوتيوب وانستجرام على هدفك الأساسي من المحتوى. 1. إذا كان هدفك بناء علامة تجارية قوية وتنمية جمهور مستدام مع تحقيق أرباح مستمرة، اليوتيوب هو الخيار الأفضل. نظام الأرباح: يتيح لك يوتيوب تحقيق الدخل من الإعلانات AdSense بمجرد وصول قناتك إلى 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة. كما يمكنك الربح من العضويات والرعاية والتسويق بالعمولة. عمر المحتوى أطول: فيديوهات يوتيوب تظل قابلة للمشاهدة والبحث لسنوات، على عكس انستجرام حيث المحتوى سريع الزوال. تحسين محركات البحث: SEO يمكن لمحتواك الظهور في محركات البحث، مما يزيد عدد المشاهدات بمرور الوقت. إذا كان هدفك بناء تفاعل سريع وكسب متابعين بشكل أسرع، انستجرام قد يكون خيارا أفضل، خاصة مع الريلز. نظام الأرباح محدود: لا توجد أرباح مباشرة من الإعلانات مثل يوتيوب، ولكن يمكنك تحقيق دخل عبر التسويق بالعمولة، الرعاية، أو بيع منتجاتك. الوصول السريع: الريلز تصل إلى جمهور واسع بسرعة، ويمكنك تحقيق نمو سريع للمتابعين. الاعتماد على المحتوى القصير: مناسب إذا كنت تفضل إنشاء محتوى سريع ومباشر. الخلاصة: إذا كنت تبحث عن دخل مستدام وطويل الأمد، فاليوتيوب هو الأفضل. إذا كنت تريد انتشارا سريعا وتفاعلا فوريا، فانستجرام قد يكون مناسبا لك، لكنه لا يضمن أرباحا مباشرة. الاستراتيجية المثالية: استخدم المنصتين معا. أنشئ محتوى طويلا على يوتيوب، وقص منه مقاطع قصيرة ريلز على انستجرام لجذب المتابعين. ما هو نوع المحتوى الذي